مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الفضاء الإريترية لهذه الفترة يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. تنظيم العديد من الفعاليات بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. جهود لزيادة نسبة المشاركة في التعليم بمديرية فرو. دورة تدريبية للمواطنين في كرن. تحطم طائرة عسكرية روسية في قاعدة حميميم في سوريا. الكوريتان تتفقان على عقد قمة على الحدود في أبريل المقبل. وزلزال جديد يضرب باب كينيا الجديدة. مرحبا بكم. من العناوين إلى التفاصيل. نظمت بمناسبة 8 مارس اليوم العالمي للمرأة العديد من الفعاليات في الإقليم الأوسط والقاشبركة وعنسبة والجنوبي. فقد عقدت في الإقليم الأوسط سيمينارات خلال الفترة من الأول وحتى 6 مارس في القانون والصحة وغيرها من الموضوعات الأخرى، حيث أوضحت السيدة سناية لجام أن الاتفاقية الدولية التي وقعت عليها إريتريا عام 1995 والمعروفة بسيداو لمكافحة كل أنواع التمييز ضد المرأة تدعو لمشاركة المرأة في العمل بكافة المجالات دون أي تمييز جنسي. من جانبها أوضحت عضو وزارة العمل الشابة لوهة الرافيني بأن على المرأة زيادة وعيها بالقانون، كما قدم شرحا مصحوبا بالأرقام حول الأمراض المتفشية على المستوى العالمي وتأثيراتها. وفي إقليم عنسبة احتفل باليوم العالمي للمرأة في بلدة قلب في 5 مارس بفعاليات عكست روح المناسبة ودور ومساهمة المرأة الإريترية في كافة المجالات. وقال حاكم إقليم عنسبة السيد علي محمود أن تاريخ المرأة الإريترية زاخر بالعمل والبطولات، داعيا المرأة للعمل المضاعف والاستفادة من الفرص المتاحة لها لتحقيق المساواة الكاملة. وفي ذات السياق قامت أكثر من 950 امرأة عاملة بحملة نظافة في مستشفى كرن، فضلا عن قيام طالبات مدرستي كرن ورورة الثانويتين برعاية الأشجار في مقبرة الشهداء. وفي الاحتفال الذي جرى بيوم المرأة في 6 مارس في مدينة بارنتو على مستوى إقليم القاشبركة، أوضحت مسؤولة فرع الاتحاد في الإقليم السيدة يحدقا يوهنس أن الاتحاد يعمل للحفاظ على مكتسبات المرأة ومشاركتها في جميع المجالات، داعية إلى مساهمة جميع قطاعات المجتمع في تحقيق المساواة في الفرص. كما قدمت في المناسبة التي شهدت مسيرة ومناشط مختلفة الجوائز للطالبات المتفوقات في المرحلة الثانوية. ومن جهته دعا الاتحاد الوطني للمرأة فرع الإقليم الجنوبي في السمينار الذي عقده بمدينة مندفرة في 6 مارس بالتعاون مع جمعية المتبرعين الطوعيين للدم، دعا إلى تعزيز حملات التعبئة لمساهمة الإناث في تنمية محتوى بنك الدم. أوضح مكتب التعليم في مديرية مندفرة خلال الاجتماع الذي عقد من أجل تقييم ووضع المدارس ونتائج الطلاب في المديرية بأن الجهود التي بذلت بالتعاون بين المعلمين والآباء في مجال مكافحة التغيب عن الدراسة ورفع المشاركة في التعليم قد حققت نتائج جيدة. وشدد مسؤول مكتب التعليم في مديرية مندفرة الأستاذ جرزجير تولي على ضرورة التأكد من تطبيق الخطط التعليمية لتحسين نتائج الطلاب، وطالبا بتقوية الجهود وتفاني المدرسين من أجل حل المشكلات التي تواجه العملية التعليمية. وقال أن نسبة النجاح بلغت في نصف العام الدراسي في المرحلة الابتدائية 89%، وفي المرحلة المتوسطة 80%، أما في المرحلة الثانوية فقد بلغت 72%، مشيرا إلى تحسن النتائج مقارنة بالأعوام الماضية. وأوضح مسؤول تدريب وتطوير الموارد البشرية في المكتب الأستاذ والدقرقيس موغوس أن مراقبة أوضاع الطلاب ومساعدتهم من قبل الآباء والجهات المعنية من أساسيات النجاح، مطالبا على العمل بإخلاص لتحقيق ذلك. من جانبه قال مدير مدينة مندفرة السيد هزكسياس وهبت أن مسؤولية تحسين كفاءة التعليم لا تخص فقط وزارة التعليم وإنما تعني الجميع، وناشدا المؤسسات الحكومية والمجتمع للعمل المشترك في هذا المجال. هذا ويوجد في مديرية مندفرة 13 روضة و17 مدرسة ابتدائية و9 مدارس متوسطة و3 مدارس ثانوية. أعلنت إدارة التعليم في مديرية فرو عن ارتفاع المشاركة في التعليم بنسبة 5% مقارنة مع العام الدراسي السابق، مما يعكس الجهود المبذولة
وأوضحت التقارير التي قدمها مدراء 34 مدرسة في الاجتماع الذي شارك فيه المشرفون التربويون والشركاء عن بلوغ نسبة النجاح بالنصف السنوي للعام الدراسي الحالي 82% بارتفاع ملحوظ عن العام السابق. وأشارت التقارير إلى انخفاض مشاركة الإناث في المرحلة الثانوية مقارنة بالمرحلة المتوسطة بسبب الزواج المبكر وإهمال أولياء الأمور وبعد المدارس وغيرها من الأسباب. ودعا الاجتماع بعد النقاشات التي جرت لحل هذه المشكلات وتعزيز متابعة أولياء الأمور للطلاب والحد من ظاهرة التغيب عن الدراسة وحل أوجه القصور في المدارس. وحث مسؤول الثقافة والرياضة والصحة في مكتب التعليم بإقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ محمد عبد الله حث مدراء المدارس للعمل بقوة لتقييم قدرات الطلاب والارتقاء بها. من جانبه دعا مدير مديرية فرو السيد عثمان عرفة دعا الجهات المختصة والجبهة لتنسيق جهودها من أجل وضع حد لمقاطعة الإناث للتعليم وتطبيق قوانين وزارة التعليم للحد من ظاهرة تغيب الطلاب عن الدراسة. تسعى جمعية المتبرعين الطوعيين بالدم في إقليم شمال البحر الأحمر لتوسيع أنشطتها التي كانت مقتصرة على مدينة مصوع إلى مديريات جندع وأفعبت ونخفة لضمان تأمين الدم. وقال رئيس فرع الجمعية السيد هيلة ولا برهان أن فرع الجمعية الذي تأسس قبل 5 سنوات يقوم بحملات التبرع بالدم مشيرا إلى زيادة عدد الأعضاء عاما إثر آخر. وأشار إلى تجميع 1560 وحدة دم من مصوع وجندع في 3 حملات، مؤكدا فعالية أنشطة التبرع بالدم بعد إقامة الجمعية. وأوضح بأن معظم أعضاء الجمعية من الطلاب، مؤكدا تطور الجمعية وحرص أعضائها على توفير متطلبات المستشفيات من الدم. وذكر بأن الجمعية تعمل للتعرف على نوعية دم أعضائها وتسجيل عناوينهم وربطهم مباشرة بالمؤسسات الصحية، داعيا إلى تعاون الجهات المختصة في حل النواقص التي تؤثر سلبا على أنشطة الجمعية. نظم مكتب وزارة التعليم في إقليم عنسبة بالتعاون مع شركائه دورة تدريبية ل79 مواطنا لأكثر من 4 أشهر في الكهرباء وصناعة الفخار والغزل والكمبيوتر. وقال المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إقليم عنسبة السيد تسفاتسيون جرماي في مناسبة التخرج أن الجهود الجارية لتأهيل المواطنين في مختلف المجالات لتعزيز مساهمتهم في التنمية تحقق نتائج مرضية. من جانبه دعا مدير مدينة كرن السيد زر إزقي داويت وممثل مكتب التعليم في إقليم عنسبة الأستاذ محمد عمر عبد الله دعايا متلقي الدورة التدريبية لتطوير المهن التي اكتسبوها من خلال العمل الدؤوب، مؤكدين تعاون إدارة المدينة ومكتب التعليم معهم. وأشير في المناسبة إلى أن المشاركين في الدورة التدريبية ستخلق لهم فرص العمل الجماعي والفردي بتركيب معدات الغزل بأكثر من 800,000 نخفة والفخار بأكثر من 457,000 نخفة وتقديم معدات العمل لمن تدربوا في المجال الكهربائي. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. قم معنا. على الصعيد العالمي، تحطمت طائرة نغ الروسية عند الهبوط في قاعدة حميميم الروسية في سوريا، مما أدى إلى مقتل 32 شخصا كانوا على متنها حسب ما أعلنت عنه وزارة الدفاع الروسية. وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالات الأنباء الروسية: تحطمت طائرة نقل من طراز أنتونوف N26 في مطار حميميم، وبحسب المعطيات الأولية كانت تقل الطائرة 26 راكبا و6 من أفراد الطاقم. وأضافت أن الكارثة وبحسب المعلومات الأولية ناجمة كما يبدو عن عطل تقني، موضحة أن الطائرة تحطمت على بعد 500 متر من مدرج الهبوط في القاعدة الروسية، وأنه لم يتم استهدافها بقصف. وهذه ليست أول كارثة تواجهها طائرة نقل عسكرية روسية متجهة إلى حميميم. ففي ديسمبر عام 2016 تحطمت طائرة توبوليوف 2 بعيد إقلاعها، مما أوقع 92 قتيلا. اتفقت الكوريتان على عقد قمة على الحدود بينهما في إبريل المقبل بحسب ما أعلن وفد سيول إثر لقائه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في بيونغ يانغ. وصرح مستشار الأمن القومي في الجنوب تشونغ أو يونغ أن الجنوب والشمال اتفقا على عقد قمة ثالثة في بانمون جوم في أواخر أبريل، وذلك في إشارة إلى البلدة التي تم فيها توقيع الهدنة بين البلدين.
وستكون القمة في حال عقدت اللقاء الثالث بين زعيمي الكوريتين اللتين لا تزالان رسميا في حالة حرب بعد توقف النزاع بينهما بهدنة وليس باتفاق سلام. كذلك أعلنت شونغ أويونغ أن الكوريتين اتفقتا على فتح خط ساخن بين الرئيس الكوري الجنوبي والزعيم الكوري الشمالي لتخفيف التوتر العسكري وتعزيز التعاون. وتعهدت كوريا الشمالية بتجميد التجارب النووية والصاروخية خلال فترة الحوار. قال مسؤول في بابوغينيا الجديدة أن 18 شخصا على الأقل لقوا حتفهم عندما ضرب زلزال بقوة 6.7 درجة المرتفعات الجنوبية الجبلية، ليضاف هذا العدد إلى ضحايا زلزال أكبر وقع الأسبوع الماضي. فقد وقع الزلزال عند منتصف الليل وكان على بعد 31 كيلومترا جنوب غربي مركز الزلزال، وتسبب في انهيارات أرضية وتدمير عدد من القرى مما أدى إلى مقتل 55 شخصا على الأقل. وكان الزلزال هو الأشد في سلسلة هزات تعرضت لها المنطقة الغنية بالموارد والتي تبعد نحو 600 كيلومتر شمال غربي العاصمة بورت مورزبي، مما عرقلت جهود الرامية لتقديم مساعدات لنحو 150 ألف شخص هم في أمس الحاجة للممدادات الضرورية. وذكرت وسائل الإعلام أن عدد القتلى جراء الزلزال الأساسي ارتفع إلى 75 بعدما قال مسؤولون حكوميون في وقت سابق أن عدد القتلى 55 شخصا. عثرت أسرة في أستراليا على أقدم رسالة داخل زجاجة، وذلك بعد مرور نحو 132 عاما على إلقائها في مياه البحر بحسب خبراء. وقال خبراء أستراليون أن امرأة تدعى تونيا إيلمان عثرت على الزجاجة أثناء سيرها قرب شاطئ النائي في أستراليا الغربية. وأكد الخبراء أن الرسالة أصلية وألقتها سفينة ألمانية. وتعود الرسالة إلى 12 من يونيو عام 1886 حين ألقيت من فوق ظهر السفينة باولا الألمانية كجزء من تجربة في المحيط والطرق الملاحية من جانب المرصد البحري الألماني. هذا وكان يبلغ عمر أقدم رسالة داخل زجاجة أدرجت على قائمة جينيز للأرقام القياسية 108 عام. مشاهدينا الفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف